السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانتهاء مباراة مصر وسيراليون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وبالنتيجة دي كده منتخب مصر بيتصدر مجموعة في تصفيات كأس العالم للأندية. في المباراة اللي شفنا فيها أحداث كتيرة وفيها حاجات مستفزة وفيها لعيبة تحرق الدم من استهتار واستفزاز، ولعيبة تحس إن هي نازله واثقه وعندها ثقه ان هي كسبانه 5-0 قبل ما تلعب، ولاعيبه مستهتره من الدفاع والهجوم والخطه والتشكيله، وكل حاجه في المباراه دي كانت زفت. كل حاجه كانت زفت ووحشه من اللعيبه وفيتوريا وقرارات اللعيبه والدفاع بتاعنا الكارثي وقصه غريبه. يعني الماتش ده يا جماعه اللي يشوف النتيجه كده 2-0، اللي يشوف نتيجه المباراه غير اللي يشوف المباراه اصلا المباراه اللي كان منتخب مصر فيها تحس ان هو مش موجود. المباراه اللي منتخب مصر فيها كان هو الخصم الاضعف على الرغم من الفوز. المباراه اللي كانت فريق سيراليون ضيع اكتر من 4 اهداف في الشوط الاولاني لولا الشناوي. يعني احنا دلوقتي عندنا يا جماعه 2 لعيبه في الدفاع يشلوا، 2 لعيبه مش عارف بيلعبوا للكوره، بالذات علي جبر. يعني دلوقتي يا جماعه نفسي افهم بس علي جبر فيتوريا بيختاروا على اساس ايه وبيلعبوا على اساس ايه؟ مش فاهم. انا نفسي افهم بس فيتوريا بيبقى ايه اللي في دماغه وهو بيلعب علي جبر. يعني مبدئيا لعيب تقيل طويل على الفاضي، ما بيعرفش يدافع، ما بيعرفش يتمركز. لما فريق سيراليون بيعمل عينه اي هجمه تحس ان هو بطه بلد بتجري، اللي هو تحس ان لعيبه سيراليون راحت وجريت والهجمه خلصت والشناوي بيلعبها تحس ان هو لسه بيرجع. انت متخيل معايا؟ لعيب كميه بطء، انا مش عارف اصلا هو بيلعب ليه اصلا كوره. نفسي افهم بس ليه لحد دلوقتي بيلعب كوره وبيروح المنتخب وبيلعب اساسي وبيشيل الجماهير. دلوقتي بخلاف محمد هاني احنا كده كده عارفين ان هو في الدفاع مش احسن حاجه، ولكن بقى الكارثه الكبيره اللي انت عامل جبهه فيها محمد هاني دفاعيه وحاطط جنبيه علي جبر اللي مودينا في داهيه. يعني علي جبر اللي يشوفه مش هيتكلم معاك كتير، انتوا اكيد عارفين علي جبر ايه. ولكن برضه في كارثه في المباراه دلوقتي وهي استهتار اللعيبه. تحس ان اللعيبه عندها استهتار وثقه زياده من اول دقيقه. استهتار يعني انت حتى بصيت الشوط الاولاني كله، يعني ايه ملخص الشوط الاولاني بسيط جدا. الجون بتاعنا دي الهجمه الوحيده اصلا اللي عملها في الشوط الاولاني، والطرد بتاع لعيب فريق سيراليون، واربع 5 فرص لعيبه سيراليون ضيعتها بطريقه غريبه لولا تالق الشناوي من غيره كنا ممكن يدخل فينا جولين 3 في الشوط الاولاني عادي جدا. لولا وجود الشناوي يا جماعه في الماتش ده كان شايل كتير، خصوصا من جبهه علي جبر ومحمد هاني. عايزين برضه يا جماعه نتكلم عن كارثه كانت في الماتش النهارده، وهي الخطوط بتاعت المنتخب بعيده عن بعض. يعني الدفاع في وادي، نص الملعب في وادي، الهجوم في وادي تاني. عشان كده اللي اتفرج على الشوط الاولاني بالذات كانت اي كره تتقطع كانت بتبقى خطيره علينا بسبب ان الخطوط كلها بعيده عن بعض. يعني دلوقتي اي حد بيقطع الكوره بيبقى قدامه مساحه يجري، وخصوصا اللعيبه دي اصلا باين من اول دقيقه ان هي بتلعب على المرتدات. وعلى الرغم من كده فيتوريا تحس مش موجود ولا اللعيبه موجوده ولا حد مركز. فرقه بتعمل 4-5 مرتدات عليها في الشوط الاولاني وكلهم بنفس الطريقه وبنفس الشكل وبنفس الجبهه ومحدش واخد باله ولا حتى المدرب. يعني ولكن يا جماعه انا شايف ان لولا محمود حسن تريزيجيه هو النقطه الوحيده والنقطه المضيئه في المباراه، واللعيب اللي تحس ان هو مختلف عن اللعيبه. اللعيب بيلعب كل مطوشه بنفس الريتم، اللعيب بيلعب كل مطوشه عايز يكسب، اللعيب بيلعب كل مطوشه اللي هو بجد ومش مستهتر وما بيخافش على رجليه زي معظم لعيبتنا. لا، لعيب بيلتحم راجل، هتحس ان هو قلبه على الفريق وما بيبخلش بنقطه علق واحده. عشان كده ربنا كرمه في المباراه دي وسجل هدفين، وكان هيسجل هاتريك، ولكن ما كانش ليه نصيب. ولكن يا جماعه تريزيجيه ده هو النموذج للعيب المجتهد، لعيب المخلص ربنا بيديله. شوف انت لعيبتنا حتى كوره مصطفى محمد الوحيده اللي عملها في المباراه في الشوط الثاني، عمل كوره سقطها من فوق الجون، اللعيب لحق على الخط عشان هو ما يستحقش يجيب جون. الكوره دي يا جماعه لو كان مع تريزيجيه كان ربنا وفقه ويخليه يجيبها جون، عشان ربنا بيكافئ المجتهد، مش انت تبقى طول الماتش ما بتعملش حاجه. يعني الشوط الاولاني قلت لكم منتخب مصر ما جاي، الشوط الثاني نزلنا على الرغم ان في طرد من فريق سيراليون، ولكن ولا في اي استغلال من منتخب مصر، ولا تحس ناقص عندنا احنا. تخيل كده معايا ان فريق بيلعب من الدقيقه 35 و36 ناقص لعيب، ومع ذلك هو الاخطر برضه. هو بس 10 دقايق في الشوط الثاني اللي مسكنا فيه من كوره وعملنا فيهم خطوره، جبنا فيهم جون. وبرده الجونين اللي اتفرج عليهم يا جماعه، الجونين تحس ان هم من كوره سريعه. احنا لما بنلعب كوره سريعه بنعمل خطوره، ولكن احنا طول الماتش ماسكين الكوره، الدفاع عمال يلعبها بالعرض واللعيبه واقفه، واللعيبه نص الملعب واقفه، والهجوم واقف، كل واحد واقف في مكانه ومفيش حركه خالص. واللعيبه بص تحس اللعيبه عاجبها ال1-0 وخلاص مرضيه. اللعيبه باصي وبطيئه
وما عندهاش اصلا اي تحركات. تحس يقول لك ايه يا باشا احنا كده اكتفينا، جبنا 1-0 خلاص، والفريق الثاني مضغوط منه لعيب فمستحيل يجيب جون. يعني اللعيبه بارده ومش حاسه بالجماهير، الجماهير بتتفرج عليكم مخنوقه. يعني انا يا جماعه معظم الماتش ماسك التليفون سرحان، اللعيبه ماسكه الكوره، تلعبها بالعرض وخلاص، يلا العبها بالعرض واحنا واقفين مكاننا. يعني ايه؟ يعني علي جبر يلعبها عبد المنعم يرجع له تاني، علي جبر يلعبها مثلا لمحمد حمدي، محمد حمدي يرجعها لعبد المنعم، عبد المنعم يرجعها لمحمد دني، نفضل كده وفي نص الملعب ما بيتحركش. ولكن يا جماعه مش عارف انا ولا مش عارف هو اصلا فيتوريا المدرب حلو ولا وحش. مدرب ساعات يعمل لك مطوشه تكتيكيه حلوه ومطوشه ثانيه يخرب فيها، مطوشه ثانيه يخرب فيها بمعنى الكلمه. ولكن يا جماعه انا شايف ان الاهم في المباراه دي كلها ان احنا طلعنا بالثلاث نقط، دي الاهم دلوقتي. طلعت بالثلاث نقط، صدرت مجموعتك برصيد 6 اهداف، انت بعيد عن كل الفرق ب5 نقط، حتى لو كسبوا مؤجلاتهم فانت برضه فارق عنهم. شايف يا جماعه ان المباراه دي اهم حاجه ان احنا فيها خدنا 3 نقط، ولكن لازم يبقى في وقفه. ولكن يا ريت يا جماعه ما نحكمش على الماتش بالنتيجه، يا ريت نحكم على الماتش بالاداء. ما يبقاش الاداء كارثي فاهم نقول لك ايه زي كابتن ايمن الكاشفي طول المباراه فرحان بالاداء، لعيبه رجاله عملنا اداء، انا مرضي كده مبسوط كده، الله عليك كانت تيجي كانت تعدي، احنا يا جماعه ابطال في كل حته. هو مش بتتفرج معايا على الماتش حاجه ولا انت عايز تجمل حاجه اصلا هي وحشه؟ الماتش باين جدا للناس كلها ان هو وحش، وانت مصر تجمله ومصر تكبر فيه ومصر تنفق في المباراه. وهي اصلا انت لو فكرت فيها ان احنا بنلعب قدام فريق ناقص لعيب وهو اللي مسيطر وهو اللي عامل علينا خطوره، واحنا بس بنروح على فترات. يعني المفروض العكس، المفروض احنا اللي نسيطر وهو اللي يروح على فترات. ولكن احنا مش عارف والله اقول ايه على الاداء الكارثي دون. ويا ريت بس يحصل قعده مع فيتوريا، ما ينفعش الاداء دون المنظر دون. مش عارف لو بقينا فريق هو يحصل فينا ايه. ولكن يا جماعه في الاول وفي الاخر ده كان راي شخصي، راي حد راي تاني، كلنا مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.